تعالي اقولك على شوية تريكات ونصايح هتنفعك في المطبخ. لما تيجي تسلقي اللحمة او الفراخ اديها صدمة في السمنة عشان تقتل البكتيريا اللي فيها وتقفل مسام الجلد وتحتفظ بطراوتها. اما تيجي تحمري البصل ضيفيله ملح، هيتحمر معاكي بسرعة وهينزل ميته. لو زاد الملح معاكي في الطبيخ ضيفي حبة بطاطس او بصل، هتمتصي الملح وشيليهم بعد ما الاكل يستوي. عشان السلطة تفضل معاكي طازة ولونها ما يتغيرش ضيفي الملح عند التقديم. عشان تقللي امتصاص الاكل للزيت ضيفي معلقة خل في الزيت، هيقلل الامتصاص. عشان تزودي نكهة الشوربة ابشري البصلة، بلاش تقطعيها، ودعكيها بشوية ملح هتخليلك ريحة الاكل تهبل. الجزر في الشوربة بيزود من قيمتها وبيديها طعم ولون. القرص الطرية عجنيها بالمية هتخليها تطلع معاكي زي الافران. ولو حابة تزودي القيمة الغذائية يبقى لبن على مية، بلاش لبن فقط. لما تيجي تعملي اللحمة المفرومة ما تضيفيش الخضار اللي بعد ما اللحمة تستوي عشان تفضل محتفظة بطعمها وقيمتها. عشان البطاطس تطلع معاكي مقرمشة ضيفيلها مية وعليها معلقة خل ونقعيها فيها لمدة 10 دقايق، بعد كده نقليها في زيت سيخ. عشان الملوخية تفضل محتفظة بخضرها ضيفي ليها رشة بيكربونات الصوديوم. هديكي كام تركاية للرز المفلفل. شوحي الرز قبل ما تنزلي بالمية، بعد كده ضيفيله الملح وانتي بتشوحيه، بعد كده انزلي بالمية المغلية. وعشان تعرفي مستوى المية اللي انتي ضفتيه مناسب ولا لأ وقفي معلقة في وسط الحلة، لو سبتت تبقى المية مناسبة، ولو وقعت تبقى المية زيادة. عشان تضمني سوا الفراخ المشوية كويس بيتيها ليلة كاملة في محلول نقع عبارة عن مية وملح وسكر، ورق لورا وفلفل أسمر وقرنفل وليمون، وبعد كده تبليها. لازم يكون عندك لوحين، لوح تقطيع مخصص للخضار ولوح تاني للحوم عشان البكتيريا اللي في اللحوم ما تنتقلش للخضار. إضافة الخل على اللحوم بيزود الزفارة مش بيقللها. لو ايدك فيها ريحة زفارة أو بصل أو توم افركيها بطماطم هتشيل ريحة الزفارة.